أيها الموجوع صبرا إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي هل يديم الله كسرا. يا كثير القلب مهلا إن بعد العسر يسرا. إن بعد العسر يسرا. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ فيديو النهاردة بيقول لحضرتك الصبر مفتاح الفرج. فعلا مفيش اجمل ولا احلى من الصبر في حياتنا. لو ابنك او بنتك او زوجك تعبينك ومزهقينك في عيشتك، مفيش قدامك غير الصبر عليهم والدعاء ليهم بالهداية. اصبري فبعد العسر يسر. خليكي دايما صبورة شكورة، هتلاقي نفسك مليانة تفاؤل وأمل. اصبري على الصعب فبعد العسر يسر. وبعد الليل بيطلع نهار وينور الدنيا بضحكتك الجميلة يا قمر. الصبر صفة جميلة بتخليكي قوية وتقدري تتحملي أي موقف. الصبر هو عبارة عن مجموعة أدوية بتعين حضرتك على أمراض الدنيا وبلاويها، زي الصبر على البلاء والصبر على المرض. حضرتك هتاخدي عليه ثواب، وفي الآخر زي ما بيقولوا آخر الصبر جبر وعوض كبير من ربنا لحضرتك. وزي ما بيقولوا برضو في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وكل بعيد قريب. بس اصبري عشان الصبر طيب بس طويل شوية، بيتقاس بنفس حضرتك. الصبر معناه زي اسمه صبر، مر علقم، لكن نتيجته أحلى من العسل والمربى. صدقيني طول ما في صبر في حياتك وانت صبرة وراضية، طول ما في أمل انك تحققي كل اللي بتتمنيه. عشان تعيشي صح حطي في دماغك 3 حاجات: الصبر والرضا والقناعة. هتعيشي ملكة صدقيني. حضرتك لو وقعت في مشكلة أو وقع عليكي ابتلاء، فهتعملي ايه؟ مفيش حاجة في ايديكي غير الصبر والحكمة والحزم في مشكلة حضرتك. مثل صغير لحضرتك: الصياد وهو راح يصطاد بيعمل ايه عشان يجيب رزقه ورزق عياله؟ ما قدامهوش غير حلين: لا يصبر ويتكل على الله، لا يزهق ويمل ويمشي. بس هو بيختار الحل الأول وهو الصبر، عشان مفيش حل في ايده غير كده. وفي الآخر بيرزق وبيروح وهو مبسوط بالخير اللي معاه. فالصبر طويل شوية، لأ شويتين. اللي مش بيصبر على ابتلاء أو مصيبة أو حتى أمنية فهو مسكين غلبان مش قادر يعمل حاجة، حتى الصبر مش قادر عليه. اصبري هتحققي كل شيء انت عايزاه. الصبر أحلى دواء لتخفيف آلامك ومتاعبك. الشخص الصبور تلاقيه عنده كرامة كبرياء، مفيش حد يقدر يكسره أو يذله أو يكون سبب في حزن أو تعبه، لأنه عارف إنه صبور على الشخص اللي قدامه. مفيش أحلى من الصبر اللي نهايته تسعد القلوب وتشفي الصدور. وفي نهاية الفيديو هقولك الصبر دواء للقلب. تقعدي تدوري عن السعادة في حياتك مش هتلاقيها غير في الرضا والصبر. الصبر مش ممل، بس هو بيخليكي تقعدي شوية لحد ما توصلي للي انت عايزاه. وصدقيني الصبر جميل نعمة. لو مفيش صبر في حياتنا كنا كلنا اتجننا أو انتحرنا، لأننا مش هنقدر نقاوم ظروف الحياة ومشاكلها وهمومها ومتاعبها. فهمتي يا ست الكل؟ اصبري واحتسبي أجرك عند الله. وزي ما بيقول شيخنا الجميل الشيخ الشعراوي الله يرحمه: لا تكره شيئا اختاره الله لك، فعلى البلاء تؤجر وعلى المرض تؤجر وعلى الفقد تؤجر وعلى الصبر تؤجر، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. فهمت يا ست الناس؟ ومع السلامة.